يا حلولة. الصفارة، ومش أي صفارة. اشمعنى صفارة توت عنخ آمون؟ محدش من اللي شاف مسلسل الصفارة وقف كتير عند سبب نسبة صفارة العودة بالزمن للملك توت عنخ آمون بالذات. يعني ليه مش صفارة رمسيس ولا أخناتون مثلا؟ ولا مش عشان هو أشهر ملك، ليه توت أشهر ملك في الأساس؟ التفصيل على بساطتها إنما فيها ربط مبدع جدا. لما تعرف قد إيه شخصية توت وشفيق بطل المسلسل بيتقطعوا في صفاته وتفاصيل كتير. الملك توت كان ملك التناقضات، عيل عنده 8 سنين لقى نفسه بيتنصب ملك على أهم مملكة في العالم، وبعد كام سنة اتجوز أخته عنخ إسنا آمون. ده كان عادي عندهم، وخلف منها بنتين، ملك ابن ملك طلباته أوامر وزوجة وبنات، والحياة وردي مفيش أحسن من كده. صح؟ للأسف غلط. الملك توت اتولد بإعاقة جسدية في رجله الشمال وأمراض وراثية زي متلازمة مارفن، تقدر تقول صحته كانت على قده. وقبل ما تحسد توت الملك أبو 8 سنين، افتكر إنه مات وهو 19 سنة، وإن بنات توت الاتنين ماتوا وهم رضع علشان ينتهي نسله من التاريخ. أمال توت عنخ آمون اتشهر ليه؟ حظه إن لصوص المقابر نهبوا تقريبا كل مقتنيات مقابر وادي الملوك فيما عدا مقبرة واحدة فقط معرفوش يوصلوا ليها. أيوة، هي مقبرة توت. وده الرابط التاني بين توت ونونو، عازف الأورج اللي لقى نفسه مشهور لما عزف على بيانو قديم فطلع صوت نونوة وصيته سمع في العالم كله. الربط كمان بيوصل لتفاصيل أعمق. خد عندك مثلا في رواية بترجع موت توت عنخ آمون في عز شبابه بسبب مؤامرة دبرها وزيره آي اللي اتجوز بعدها أرملته وأصبح ملك مصر، بالظبط زي اللي عمله علاء بالملي مع شفيق عشان ينطروا من الشركة ويتجوز حبيبته شيرين. مرة يحبسه في الحمام، مرة يودعه في مصحة نفسية، وفي كل مرة يتخلص منه يروح يلف على شيرين. ولو لسه مش مقتنع فهنزلك بالكارت الأخير. لو ما تعرفش فالملك توت كان ابن عاق زي ما بيقول الكتاب. خد عندك، توت أعاد الديانة المصرية القديمة بعد ما كان أبوه أخناتون لغاها ووحد عبادة الإله آتون، ورجع العاصمة المصرية من تل العمارنة لطيبة تاني. حتى مومياء والده ما سابهاش ونقلها لوادي الملوك. وده يشبه مين؟ أيوة، شفيق، اللي بيبان لنا بكل مشهد فلاش باك إنه كسر كلام أبوه. مرة يتحول لبزنس مان مهمل لأسرته، والتاني الفنان مشهور بيقدم إسفاف، والتالتة الراجل خاين لمراته متعدد العلاقات. بابا قال كده هعمل عكسه. وده ينقلنا للغز شخصية عم جمال أبو شفيق اللي بيقدمها الفنان محمود البزاوي في تحليل خطير وكلام كتير يطول شرحه. استنوه في الفيديوهات الجاية.